ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا لزميل عزيز عبد العزيز البكر، شكرا لكباتن الاعزاء في الاستوديو وايضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم معنا في قمه هذا الاسبوع، بل قمه هذا الموسم في الطريق نحو اللقب. نحن واياكم على موعد مع سهره كرويه سعودية ممتعة بحول الله تعالى في ملعب الجوهرة المشعة في الطريق. كل شيء يدعونا للاستمتاع مع حضراتكم في قمة الجولة 20 من دوري روشن للمحترفين، دوري روشن السعودي، بعد أن وصلنا وإياكم إلى الجولة 20. ولذلك فإن هذه المعركة الكروية قد تكون حاسمة مهمة في الطريق. هذا التيف العالمي لنشاهد في مدرجات المونديال، وهذا الحضور أيضا العالمي من أنصار النصر في هذه الأمسية. بالتأكيد أمام هذا الرقم المخيف الكبير، أكثر من 3,600,000 مشجع، 600,000 مشجع حضروا للاتحاد في ملعبه في جدة منذ موسم 2010. دائما ما كان الرقم واحد في الحضور الجماهيري على مستوى بطولة الدوري في المملكة. كل التحايا لكم أينما كنتم. استعدوا لمعركة كبيرة. دوري روشن يعدكم بليلة خيالية مثيرة ممتعة فاتنة كرويا بين الاتحاد والنصر. سيداتي سادتي، أنتم من الجمهور الكريم الوقور، حيث زيتم الآن عزف نشيد الوقور. في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير في هذه الأمسية الكروية الكبيرة بين الاتحاد والنصر، بين متصدر دوري روشن السعودي ومطاردة مباشرة بين النصر والاتحاد في هذه الأمسية الكروية الكبيرة. أو الاتحاد والنصر كونها تلعب في ملعب الاتحاد هنا في الجوهرة المشعة، مع تواجد طاقم تحكيم إسباني في هذه المباراة بقيادة الحكم ماتيو لاهوز، بينما ريكاردو دي بيرغوس سيكون حكما للفيديو في غرفة الفيديو، حكم الفار في هذه المباراة. بالتأكيد كل هذه الأشياء، كل ما في الملعب يجعلك تتوقع ليلة كبيرة وممتعة ومثيرة وجميلة وفاتنة كروية بين الفريقين، بين زملاء كريستيانو من جهة وزملاء رومارينيو من جهة أخرى، بعد أن التقيا هذا الموسم في مباراتين. الأولى انتهت بالتعادل السلبي في ملعب مرسول بارك، في الثانية تمكن الاتحاد من تحقيق الانتصار 3-1 في نصف نهائي كأس السوبر، انتصار مهد الطريق للعميد لأن يتوج بأول ألقاب هذا الموسم. يبدو كريستيانو متحمسا جدا لخوض هذه المعركة، ومر كريستيانو بالكثير من المعارك الكبيرة، كان سيد الملعب وهدافا فوق العادة وخارقا في كثير من المباريات التي خاضها، بالذات في الفترة التي كانت بقميص ريال مدريد. في المقابل
من امامنا ايضا قائد الاتحاد في مباراه الليله حجازي الحاجز المتالق هذا الموسم. تشكيله نونو سانتو في مباراه الليله يبدا بمارسيلو جروي في حراسه المرمى، مد الله الريان، حجازي، شرحيلي، بابا سعود في الدفاع. في وسط الميدان طارق حامد، برونو إنريكي، البيشي، كورنادو، رومارينيو، وامامهم هداف الفريق في هذا الموسم عبد الرزاق حمد الله، وهو اخر من حقق انتصار للنصر ضد الاتحاد في اخر فوز نصراوي على الاتحاد في 2018 في شهر ديسمبر. كان بثنائيه في تلك الامسيه لعبد الرزاق نفسه. الليله نحن واياكم ننتظر معركه كبيره، النصراويه يخوضونها بنواف العقيدي، عبد الاله العمري، الفار العائد من الاصابه، مادو، غنام، قصاف، صريهم، كونان، غريب، مران، وكريستيانو في الهجوم. ونشيد الاتحاد ورقم الاتحاد واسم الاتحاد. لمسه على جهه اليسار، محاوله اتحاديه بينيه للاتجاه البيشي، لكن التغطيه بمبدا الامانه الفارو غونزاليس من جانب ايغور. كورنادو على تنفيذها، كورنادو يلعب الكره العرضيه خطيره، القائم الثاني العقيدي، بعد ذلك يمر رومان، رونالدو بر، رونالدو بر، رونالدو على اليمين الى غريب، الى تمريره، لكن تغطيه دفاعيه لا زالت نصراويه. محاوله تسديد كره مران اماميه حلوه 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 حلوه، 0 مقابل 0. كره عرضيه من جانب غريب داخل المنطقه، لكن الابعاد، جروي يتدخل امام طيران. البيشي طلب الكره على اليسار من عبد الرزاق، في هذا المكان دائما ما يكون خطير حمد الله، حمد الله، حمد الله حطها لكنها بعيده، وبعد ذلك الى ضربه مرمى. خطير جدا عبد الرزاق حمد الله، عبد الرزاق حمد الله، وان كان لم يستعد كامل مستواه 100% بالنسبه للمهاجم الفتاك المرعب في فتره مع اللمسه لمصلحه بابا سعود، عرضيه طويله، تحضير بالراس لكنها بعيده عن الكل. يحاول يمر، يعدي كونان، يلعب بينيه حلوه خطيره لغريب، وغريب الميل، لكن مد الله يقطع الطريق امام عبد الرحمن غريب. فرصه هدف كانت قريبه للنصر، عمل كبير جدا في اللقطه الماضيه من جانب كونان. الله على الفرصه هذه، اللقطه اللي يتكلم فيها، تسلل على كريستيانو. الهجمه استمرت بعد ذلك، الاشاره كانت موجوده من حكم مساعد في على الصوره دون ان يصفر. طبعا لاهوز تركهم الهجوم النصراوي يواصلون الهجمه، في الاخير صفر بوجود تسلل. في الاصل تسلل كان واضح بصراحه على كريستيانو، وبعد ذلك فرصه كانت خطيره وقريبه من جانب الفريق النصراوي. بالسلامه لرونالدو، رونالدو على ما يراد. شوفه مره اخرى مع عوده لكورنادو، كورنادو عرضيه خطيره لكنها اقرب الى نواف. خطيره اللقطه الماضيه على التسديد من خارج منطقه الجزاء. شوفه قويه من جانب كورنادو، متابعه من العقيدي، وبعد ذلك الى ضربه مرمى. هدأت من المباراه بعض الشيء، وقلت الخطوره من الجانبين، وبقيه لمسه على جهه اليسار، محاوله اتحاديه بينيه للاتجاه البيشي، لكن التغطيه بمبدا الامانه الفارو على تنفيذها. كورنادو يلعب الكره العرضيه خطيره، القائم الثاني العقيد.